احتجاج على ماذا؟ على أن الكرة ضربت أحد المدافعين، ولكن الحكم يشير إلى ركنية لمصلحة بلوديس بجاية. دحوش القائد في تنفيذ هذه الركنية، والكرة ثابتة لمصلحة أصحاب الزي الأخضر والأسود. بلوديس بجاية ملعوبة صغيرة على مرتين، ملعوبة دحوش راح يلعبها داخل منطقة لعبها داخل المرمى، ولكن الدفاع بجد يخرجها. القرع الظهير الايسر يخرج الكره مباشره الى ركنيه هي الثانيه على التوالي، ستلعب على مرتين وعلى مره واحده، تنفذ مباشره من دحوش صاحب الخبره والتجربه، ايضا خبره فوق ارضيه الميادين. ملعوبه القائم الثاني الاستلام والى الكره والخروج، ومره ثانيه وفي المرمى ميباراكو يتمكن من تعديل النتيجه. قوة كبيرة في هذه الكرة أمام دفاع فريق الوفاق، يقول الكلمة ويرد بسرعة فريق بلوديس بجاية، لا يريد أن يستسلم، يريد أن يعود بقوة وفي اللحظة المناسبة وبكرة صعبة على مرتين أو 3 مرات يتمكن من تعديل النتيجة لمصلحة بلوديس بجاية. 1 مقابل 1، مباراة كبيرة وبداية قوية وموفقة لكل فريق. هي المرة الأولى سي دي بي ووجد الحارس، وفي المرة الثانية الحارس خضيرية، وفي المرة الثالثة بطريقة فنية رائعة في مرمى الحارس خضيرية. 1 مقابل 1، ويا لها من بداية قوية في المرة الثانية من يايا والحارس خضيرية، وفي الثالثة الأمر صعب جدا على الدفاع والحارس خضيرية. الكرة في شباك مرمى الوفاق. 1 مقابل 1 تفصح عن قوتها هذه المباراة، عن الصعوبة، عن البداية الموفقة والكبيرة والقوية، أنها مباراة واعدة النصف النهائي الأول بين الوفاق ومولودية بجاية. كل شيء يبدأ الآن بعد تعديل النتيجة لمصلحة المولودية البجاوية. لا تريد أن تستسلم. كرة على الجهة